لما تيجي تبص في المراية وتحس ان وزنك ابتدى يزيد، هل بسبب انك الفترة اللي فاتت كنت بتاكل كتير، ولا كنت رابط مشاعرك بالاكل؟ يعني فرحان تروح تاكل، زعلان تروح تاكل. الفكرة مش ان انت بتربط مشاعرك، الفكرة في الاستمرارية، ان انت كده بتعود عقلك اي مشاعر بتحسها ايجابية او سلبية ما بتعرفش ان انت تتعامل معاها الا بنوعية اكل معينة، ممكن يكون سكريات، ممكن تكون دهون عالية، او اي نوع من انواع الاكل انت بتحبه. مع الوقت بتحس ان الوزن بيزيد من ناحية، ومن ناحية تانية انت بتبرمج عقلك انك علشان تفرغ المشاعر دي او الزعل لازم اروح اللي انا اكله، ومع العلم ان ده مسكن، يعني ده ما بيحلش المشاعر، بدليل ان انت بعد ما بتاكل وبتحس انك مبسوط ومرتاح برضه نفس المشاعر السلبية بترجع تاني. فاتعود انك ما تهربش بالمشاعر السلبية بالاكل، حتى لو هي بتغير مود لمدة دقيقة او دقيقتين، بس لازم ترجع تعرف السبب الاساسي اللي بيخلي مشاعرك السلبية انها تزيد، لان ده في الاول وفي الاخر مسكن، وكمان هيخلي وزنك